تكون أول مشتركة معانا في البرنامج علشان نشجع الناس كلها تبقى زيها وتشترك معانا. فأول حاجة عملناها أخدنا ميعاد مع دكتور إيهاب علشان نشوف هي محتاجة لها إيه. فتعالوا بقى نشوف دكتور إيهاب لما هي راحت له قالت له إيه وقال لها إيه وعمل لها إيه. نرجع تاني. أنا اليوم بعيادة الدكتور إيهاب أبو اليزيد وجاي أحدد مع الدكتور، هو يحدد لي شو المطلوب أو شو اللي ممكن يخلي وشي يصير بشكل أحسن، وأشوف موضوع جلسات الليزر لمعدتي أو لبطني أو لأي مكان اللي فيه لحم كثير بدنا ننزل منه شوي. تعالوا مع بعض ندخل لجوا ونشوف شو ممكن يصير معي. خير يا استاذه، ايه اللي مضايق حضرتك؟ انت زي القمر اهو. الله يخليك. ربنا يخليك. حاسه انه وشي في شيء، طبعا انت دكتور رح تكون ادرى اكيد بالموضوع، بس انه حاسه بدي اعطيه شويه نضاره، في شويه ديفوز انا شايفيته انه بحكم السن عم بيكبر، فهيك حاسه انه في اشياء هي ممكن اذا بنقدر نغير فيها ولا لا. وطبعا اكيد انا ناصحه وانا داخله مبينه انا تخينه، فبدي اعمل اي شيء يخلي انه جسمي الشيب بتاعي يكون احسن. ما بعرف اذا بتنصحني اني اكون عامله دايت معه ولا لا. تمام، احنا عندنا مشكلتين مع حضرتك دلوقتي. المشكله الاولانيه الوش، ويعني العلامات اللي هي بدات تظهر لحضرتك اللي هي مضايقاكي، والمشكله الثانيه بتاعه الجسم. تمام. خلينا ناخد الشق الاولاني هو بتاع وشنا. احنا طبعا حضرتك عارفه احنا عندنا اختيارات كتير، الاختيارات دهيت كلها غير جراحيه، اجراءاتها بسيطه وسهله، ما تاخدش 5 دقائق بالظبط. بس حابب اشرح لك ايه اللي ممكن يتعمل لحضرتك. لو حضرتك انا ملاحظ انك لما بتتكلمي بتستخدمي تعبيرات وش حضرتك كتير، وملاحظ ان في خطوط بدات تظهر في الجبهه. الخطوط دي للاسف شديد لو احنا ما اتخدناش معاها اجراء دلوقتي قدام شويه هتبدا تزيد. وفي خطوط كمان جنب عين حضرتك ملاحظينها، دي برضو مع الابتسام كتير، او لو حضرتك تكسري على عينك من فضلك، حاولي تكسري عينك، هي بتبدا تظهر وبعدين بتبدا تكبر بعد كده، فبشكلها بيكون مزعج شويه. عايز حضرتك تتكي على مناخيرك كده. ممكن برضو حضرتك ال 111 اللي في النص دهيت بنشيلها، والمنطقه اللي فوق دي كلها بنستخدم فيها حاجه اسمها البوتوكس. البوتوكس دي ماده بتتحقن بابره رفيعه جدا، حضرتك مش هتحسي بوجع خالص. بيبدا التاثير بتاعها يبان بعد من 3 الى 7 ايام، بتوصل للنتيجه النهائيه بتاعتها بعد 10 ايام. النتيجه بتكون كالاتي: ان حضرتك العضلات بتاعه التعبيرات بتاعه الوش بتبدا ترتاح، فالعضله ما بتبقاش تتحرك كتير، وبالتالي هنا احنا هنقدر نمنع لحضرتك حدوث تجاعيد اكتر من دي في المستقبل. في نفس الوقت هندي حضرتك شكل لطيف. وهنا احنا بيكون عندنا اختيار من 2 بتوقف على حضرتك. هل تحبي حضرتك نخلي الحواجب تبقى مرفوعه ولا تخليها ستريت في مكانها؟ انا مقتنعه بوجهه نظرك. هو المقاييس الجماليه بتقول ان لازم بالنسبه للست الحاجب المنطقه اللي بره فيه تبقى اعلى من المنطقه اللي جوه ب 3 مللي، وانا ملاحظ ان هو عند حضرتك نازل شويه. احنا هنديه فرصه يطلع، ولما هنتقابل مع حضرتك تاني بعد اسبوع 10 ايام ممكن احنا ننزله، احنا بنقدر نتحكم فيها، دي ما فيهاش مشاكل. هنيجي للمنطقه الثانيه اللي مضايقه حضرتك، اللي هي المنطقه اللي جنب الفم والمناخير، المنطقه دهيت دي بنسميها نيزوليبيال فولدز. نيزوليبيال فولدز دي مع الوقت والجاذبيه الارضيه وتعرض الشمس كتير، السهر، الحاجات دي كلها بتبدا المنطقه دي تفضى شويه، فبتديني خطين شكلهم بيكون يعني بيضايق شويه. بالظبط. احنا هنا بنحله بان احنا هنحط لحضرتك فيلر. الفيلر اللي هقترحه على حضرتك هو لطيف ان نتيجته هتبان النهارده على طول واحنا شغالين. بيعمل حاجه اسمها 1 تو 1 كوركشن، يعني التصحيح بتاعه بيبقى 1 لواحد، فبنشوف نتيجته واحنا قاعدين مع بعض. بيقعد مع حضرتك حوالي 1.5 سنة. بعد 1.5 سنة ممكن نحتاج ان احنا نحط الفيلر. بالنسبه لحضرتك لجسمنا، انا شايف ان منطقه البطن وبحزام البطن دي زايده عند حضرتك شويه، ودي احنا بنسميها سمنه موضعيه، يعني سمنه في مكان محدد. هنا عندنا حلول برضو غير جراحيه، اللي هو الليزر البارد. دي بتبقى عباره عن جلسات يا فندم هنعملها لحضرتك ان شاء الله، بتنزل من 5 ل 12 سم، من 6 ل 8 جلسات. بالاضافه الى ان حضرتك طبعا بتكوني ماشيه على نظام غذائي مناسب لحاله حضرتك، بحيث ان احنا نحافظ على نزول الوزن. والجلسات دي ما بتحتاجش اي تحضير قبلها او بعدها، وبتبقى فيري ريلاكسنج، مش هيكون فيها مشاكل خالص. انا هستاذن حضرتك بس هنقف على الجهاز بتاع البادي اناليسيس عشان نشوف مكونات جسم حضرتك عامله ازاي. خايفه؟
لا مفيش حاجه تخوف خالص ان شاء الله. احنا زي ما اتفقنا قعدنا مع بعض ان احنا هنحتاج نعمل كذا حاجه عشان نظبط العلامات بتاعه السن اللي بدات بدري قوي. هنحاول نظبط الخطين دول اللي هم مضايقين حضرتك اللي جنب المناخير دول، هنحط لهم فيلر. انا اخترت لك نوع فيلر بيقعد مده طويله، بيقعد حوالي سنه ونص. الفيلر ده ان شاء الله دلوقتي حالا احنا هنشوف نتيجته مع بعض، ولو احتاجنا بنظبط حاجه حضرتك بتقولي لي محتاجه تظبطي ان شاء الله ما بنحتاجش حاجه، وهنروح بيه النهارده مش هيكون في اي احتياطات. بالنسبه لحضرتك كشري من فضلك، حضرتك انا عندي هنا اهوت الخطين 111 دول كشري جامد 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 تمام. دول احنا عايزين نلغيهم خالص عشان ما نكشرش في وش حد، ما نحرمش الناس من ابتسامتنا الحلوه. عايزك ترفعي حواجبك لفوق. طبعا زي ما حضرتك شايفه في عندي الخطوط اللي موجوده فوق دهيت احنا محتاجين برضو نشيلها عشان خاطر مع الوقت ما تبداش تظهر، وخصوصا ان عند حضرتك دلوقتي وانت مرتاحه في بداوا ان هم يظهروا كام خط دمهم تقيل شويه. عايز حضرتك تكسري على عينك من فضلك. انا عندي هنا برضو في الجنب هنعمل نفس البوتوكس لهذه المنطقه بحيث ان حضرتك لما تبتسمي ما يبقاش في حته الكرمشه ديت. طبعا الحركه دي بنعملها كتير لما بنطلع في الشمس واحنا داخلين في الصيف، فيستحسن ان احنا نتخلص من الخطوط دهيت عشان ما تبداش تفرد وتوصل لحد ورا. برضو عايزك تعملي حركه كده، ايوه، في منطقه الارنوب اللي جميله اللي هنا دي برضو احنا هنديها حقنه صغنطوطه بحيث ان احنا نريحها لي خالص. كل اللي هنعمله هيبقى حقن خفيف ان شاء الله، مش هتحسي باي وجع خالص، زي ما حضرتك معانا صاحيه وفايقه، مفيش بنج مفيش اي حاجه. والفيلرز ان شاء الله نروح مبسوطين بيه النهارده. البوتوكس هيقعد 3 الى 4 ايام وتبدا النتيجه بتاعته تظهر. احنا اتفقنا مع بعض ان احنا نخلي الحاجب يترفع شويه لان هو وضع كده بالنسبه لحضرتك مش صح كده. هو شكلك صغنطوط شويه بس احنا عايزين نحط تاتش فيها شويه انوثه، وعلامات الانوثه ان الحاجب بيكون من بره اعلى شويه من الحاجب من جوه سنه بسيطه حوالي 3 مللي، فهنحاول نرفعه شويه ونشوف شكله هيبقى عامل ازاي معانا. جاهزه؟ جاهزه. طيب انا عايز لو حضرتك تستحمليني ثانيتين، في حته بنت لي كده انا عايز ارفع خدود حضرتك سنه صغنطوطه لفوق. هنحط حاجه بسيطه قوي قوي قوي، مش هنحط حاجه كبيره عشان انا عارف انك انت هتنزعجي لو كانوا كبار، مش هتبقي يعني زي نانسي عجرم. طبعا شفنا دلوقتي ميسون وهي عند دكتور ايهاب وعملت البوتوكس والفيلرز، واحنا دلوقتي معانا الدكتور ايهاب عشان يشرح لنا اكتر عن البوتوكس والفيلرز. انا ما كنتش معاكم هناك فعايزاك تشرح لي بقى. اهلا وسهلا. اهلا بيك. هو يعني انا بشكرك جدا انك انت عرفتيني على ميسون. هي لا احنا اللي بنشكرك بجد، تعبناك معانا. ربنا يخليكي. هي من الشخصيات الجميله قوي اللي هي اول ما تخش عليكي تحسي ان هي من جوه سنها صغير، يعني من جوه فيها شباب. احنا دايما في شغلنا بنهتم قوي بالامبريشن الاولاني اللي بناخده عن الشخص نفسه، لانه بيحكم لي بعد كده انا همشي في انه اتجاه. هي من جوه حاسه انها شابه، السن تقدم بيها شويه فبدات تظهر عليها شويه حاجات اكيد طبعا مضايقاها، زائد طبيعه عملها بيكون فيها نوع من انواع التفاعل مع الناس كتير، فهي شخصيه اكسبرسيف معبره عن نفسها، وعشان هي معبره عن نفسها بتبدا تستخدم تعبيرات وشها بصوره مستمره وكتير. فكان بصراحه خطتنا في الاول ليها ان احنا نعمل لها اول حاجه حاجه سريعه تبان في ساعتها على طول، بحيث انها تخرج متحمسه انها تعمل حاجه. اسرع حاجه بتبان في الحاجات ديت هي الفيلرز. فاحنا عملنا لها فيلر كان مشكلتها النيزوليبيال فولدز، عملنا لها فيلر في النيزوليبيال فولد، واحنا بنشتغل بصراحه حسيت ان في عدم تناسب، يعني في حاجه تكنيكال هي محتاجه كمان انها تحط شويه خدود، فضحكنا عليها كده بسرعه ورحنا حطينا لها شويه فيلر بسيط في خدودها. فدي اول حاجه عملناها، فهي خرجت من عندنا انا متاكد ان هي من جوه مبسوطه. دي حقيقه واتصلت بيا فعلا وكانت في قمه سعادتها، حاسه بتغيير، حاسه ان وشها بقى فيه رونق
ليه بقى حست الاحساس ده؟ شوفي يا بوسي، هو من الظريف في الفيلر والانواع الحديثه اللي احنا بنستخدمها ان احنا بنعمل كوركشن 1 تو 1. يعني ايه؟ يعني وحضرتك قاعده، حضرتك صاحيه مش متبنجه زي ما شفتوا، وبنحقن ما بنحسش بوجع، وبنشوف النتيجه اون ذا سبوت. يعني انا ما بشوفش النتيجه ولا بعد اسبوع ل 10 ايام، لا بشوفها اون ذا سبوت. فالبني ادم لما يبقى داخل ويلاقي الحاجه زي مثلا بيعمل شفايفه او بيعمل دقنه وبدا يتغير وهو قاعد قدام الدكتور نفسه وخارج بيه، بيخرج مبسوط طبعا. تمام. وده كان هي حبيبتي من جواها يعني حلوه وبتحب انها تكون حلوه، فكانت خارجه حاسه ان هي عملت حاجه شافتها دلوقتي. لسه طبعا لينا معاها خطوات تانية هنبدا نعملها لان هي برضو متضايقه من شكل الجسم، فاحنا حطينا لها بلان ان احنا نعمل لها كولد ليزر وتقشير في الوش. بالظبط، هنعمل لها تقشير. التقشير ده بنشيل الطبقه الخارجيه من الجلد بحيث ان احنا نرجع لها البيبي سكين بتاعها تاني. في ناس بتتخض منه يا دكتور. يخض. انا بتخض عن هقول نفسي. لحضرتك ليه بيخض. هو اول حد عمل التقشير في العالم كله او اللي احنا نعرفه في التاريخ كانت كليوباترا. وكليوباترا كانت بتجيب اللبن الحامض تسيبه يحمض وتبدا تحطه على بشرتها فيبدا يشيل طبقه الجلد. احنا بنعمل تقشير ليه؟ احنا مع الوقت مع تقدم السن تعرض الشمس كتير، بيبدا يظهر لنا نمش، يظهر لنا حبوب، حته انا عورتها، فبتبدا الطبقه الفوقانيه من الجلد بتبقى ميته، ما بتديش فرصه للطبقه اللي تحت انها تتنفس كويس، وبتديني نقول نمش خفيف، تجاعيد خفيفه بسيطه. لما انا بحط ماده سواء كان التقشير اللي احنا عملناه في حاله ميسون هو التي سي اي او بنعمله بالليزر او بنعمله باي وسيله كانت، بشيل الطبقه الميته من الجلد، فبدي فرصه ان الطبقه البيبي سكين تظهر من اول وجديد، بيشيل لها النمش الخفيف، بيشيل لها التجاعيد البسيطه، زائد ان هو بيبدا يديها جلد جديد من غير حبوب بقى. لدرجه كبيره بيشيل الحبوب البسيطه لدرجه كبيره جدا. طب والبثور اللي بتبقى في الجلد، في ناس بيبقى عندها فتحات كده، ده بيشيلها برضو؟ بصي حضرتك، لو في المسام بتاعت الجلد واسعه شويه ممكن تتحسن بنسبه او باخرى. لكن الناس اللي هي عندها بقى اللي مثلا كان عندها حبه شباب وبدات تهرش فيها وبدات تلتهب وبدات تسيب لها اثر، لا دي بتحتاج علاج بشكل تاني، هي مش موجوده في حاله ميسون. طب انا عايز اعرف ايه الماده اللي بتبقى موجوده في الفيلر؟ شوف يا فندم، هو الفيلر ده سؤال مهم جدا. في نوعين من انواع الفيلر. في فيلرز معموله من ماده حاجه اسمها الهيالورونيك اسيد. الهيالورونيك اسيد ده هو عباره عن ماده طبيعيه موجوده في جسمي، بياخدوه بيعالجوه بطريقه معينه بحيث انه يبقى كروس لينكد بيسموه. يعني هو موجوده في الجسم البني. ايوه، حاجه طبيعيه من الجسم، عشان كده نادرا ما يحصل منه اي نوع من انواع الحساسيه. وبنبدا نحقنه فبيبدا ياخد، هو عامل زي الجل، فبيبدا ياخد فوليوم. وفي نوع تاني هو اللي انا حقنته الميسون، ده بيبقى معمول من حاجه ماده اسمها كالسيوم هيدروكسي اباتايت، اللي هي ماده زي اللي بتعمل العظم، هي طبيعيه برضو بس تفرق عن الهيالورونيك اسيد في انها بتقعد فتره اطول. يعني اللي احنا عملناه لها ده هيقعد معاها سنه ونص وبيدي فوليوم اكبر. كل فيلر ليه مكان، يعني اللي بحقن بيه شفايف غير اللي بحقن بيه نيزو ليبيال. كنت لسه عايز اسالك السؤال ده على فكره. يعني دي اللي احنا بنحددها احنا. يعني برضه الشفايف بيتحط فيها فيلر؟ بيتحط فيها فيلر بس نوع خاص بالشفايف. في فيلرز بتتحط في النيزو ليبيال نوع خاص بيها، في بتعمل الخدود، في بتعمل الدقن، في بتصلح المناخير. كل حاجه اللي الدكتور اللي بيحددها ايه اللي ينفع ليه. لا الجديده بقى المناخير دي. المناخير لا دي جديده. بتظبط المناخير ازاي؟ احنا بنظبط المناخير بدون جراحه في 10 دقائق بس. مش مناخيرها كبيره نصغرها. لو واحده مثلا عندها مناخيرها فيها يعني نتوء كده بسيط نازل والتب بتاعها طالع لفوق، بنملى الحته دي بفيلر. لو واحده برضو عندها الطرف بتاع مناخيرها ده نازل لتحت عامل زي عارفه البغبغان، زي البغبغان، دي بنحقن بوتوكس. ليها طرف زي ما بالظبط، ليها طرف، بنحقن بوتوكس في الحته دهيت بيخلي العضله دي تبدا تريح ويبدا المناخير تطلع تاني. اللطيف ان كل الحاجات دي بتاخد زي ما حضرتك شفتي 10 دقائق واحنا صاحيين وبنروح بيها. طب الفيلر بتاع المنخار هو نفس الفيلر برضو؟ لا، انواع مختلفه. هي انواع مختلفه وديوريشنز مختلفه. يعني في فيلرز بيشتغل 6 شهور، في فيلر بيشتغل سنه ونص، في فيلر بيشتغل سنه، في فيلر تاني بيشتغل 3 ايام. دي بنعملها، دي بتبقى رخيصه قوي، بتتعمل للعروسه اللي هي عايزه تعدي الفرح على خير وخلاص. فيعني في انواع. من حق اي شخص بيعمل اي فيلر انه يسال الدكتور بتاعه النوع ايه. من حقه كمان انه ياخد الانسرت ليفلت بتاعته عشان يبقى عارف لو افرضي ان هو عايز يصلحه عند حد تاني او عايز يعمله السنه اللي بعديها، ده من حقه تماما انه يطلب انا اتحقنت ايه. ملوش اثار جانبيه؟ لحد دلوقتي ملوش اثار جانبيه الا اثر جانبي واحد بس، ان اللي يكون بيحقن الفيلر ما يكونش عنده الخبره الكافيه انه يقدر يحط الكميه المعقوله. خليني اقول لك على حاجه بصي، عشان دي يمكن مشكله بتقابل الناس كلها. الجمال ليه مقاييس، ليه ارقام، ليه مقاسات. ما فيش حاجه اسمها انا عايز اعمل كذا. عملوا دراسه لطيفه جدا
جابوا اولاد اطفال صغيرين من جنس فليكن مثلا جنس قوقازي اللي هم البيض اللي زينا، وكانوا زمان يقولوا لنا ايه ان السمر ليهم مقاييس جمال والبيض ليهم مقاييس جمال وبتوع اسيا ليهم مقاييس جمال. جابوا اطفال صغيرين وبداوا يطلعوا لهم صور بمقاييس الجمال لالوان مختلفه، لناس سود وناس بيض وناس اسيويين. يعني كل لون ليه مقياس؟ لا مش كلهم ليهم مقياس واحد. اوكي. لان هي دراسه ورت كده، لما الاولاد بقت تشوف اللي فيه مقاييس الجمال الصح لقوا الاطفال بتبتسم. يعني لوني اسود، لوني ابيض، من بنها، من طنطا، من المنصوره، في مقاييس احنا كاطباء عارفينها ولازم نطبقها على الشخص. يعني ما ينفعش ان الست تيجي تقول لي كبر لي شفايفي، انا عندي مقاييس ستاندردز لايه الشفايف الحلوه. يعني الوش الجميل يا بوسي في كل يعني ممكن تلاقي واحده سمراء حلوه، بيضة حلوه تعجبك وتعجبني، تعجب الناس كلها، لان دي بقت مقاييس يا فندم. مش مساله ايه اصل انا شفت خدود نانسي عجرم عجبتني عايزه اعمل زيها. وده اللي بقول لحضرتك عليه. لما جينا نشتغل مع ميسون وعملنا الفيلر هنا، انا حسيت ان المقاسات مش مظبطه وبالتالي حطيت لها هنا. ده كان من عندي انا، وده هعمله مع اي حد. لو واحده عملت حاجه ولقيت ان المقاسات بتاعتي انا ما اتظبطتش مع بعضها، من واجبي ان انا اظبطها. ولو حد طلب حاجه مش المفروض انها تتعمل له، من واجبي ومصلحتي ان انا ارفض. بما انك بتتكلم عن الجمال ومقاييس الجمال، انا عايزه اعرف ازاي اعرف ان انا كده محتاجه عمليه تجميل. مش عمليه يعني، مش شرط ان احنا نقول عمليه، بس محتاجه حاجه فيا تتجمل. يعني اعرف منين ان انا عايزه شفايفي تتنفخ شويه، خدودي تتنفخ شويه، جسمي. في ناس تقعد تقول لي مثلا انت لا انت كده تخينه، في ناس تانية تقول لي لا ده انت رفيعه، في ناس تقول لك لا ده انت كده جسمك معقول. انا اعرف منين الصح؟ تمام. اولا الصح احنا ما بنعملش حاجه عشان نغير خلقه ربنا. الصح ان بس احنا بنظهر الجمال، نكون مبسوط من نفسي. اوكي. ودي بتجيبنا لحاجه خطيره جدا يا فوسي. في ستات واحنا عارفينهم، عشان كده بنحب نعمل انترفيو الاول للبيشنت بتاعتنا، عندهم ادمان للاجراءات التجميليه. بمعنى ان هي بتبقى حلوه جدا بس هي من جوه عندها مرض نفسي بيخليها حاسه ان شكلها مش حلو، وبالتالي كل شويه تطلب تعمل حاجه اوفر تسال الناس بالظبط. ايه رايك دي شفايفها كبرت يبقى اكبر شفايفي. احنا في الاول خالص لو بنستخدم فيلر بنستخدمه لما تكون حاجه نقصت. هو اسمه فيلر يعني املى، فانا املى بيه حاجه نقصت. فالاولى هنا ان انا مثلا لو كانت واحده وهي صغيره في العشرينات كانت خدودها كبيره، جت في الثلاثينات بدات الخدود بتاعتها تنزل لتحت، هنا اقدر احط فيلر. لو واحده عندها ديفو وهنا بقى بتيجي الحته بتاعت ضمير الدكتور معاكي. انت بتروحي تقولي له انا حاسه ان انا مش مرتاحه، هعمل هنا ايه رايك؟ وهو ملزم انه يقول لك والله يا فندم النتيجه مش مناسبه او دي مش المقاييس الصح. دكتور في ناس كتير جدا ما تعرفش يعني ايه دكتور جراحه تجميل ودكتور تجميل من غير جراحه. تمام. هو طبعا الناس معاها حق، لان هو التخصص بتاع الاستاتيك ميديسن او التجميل الغير جراحي جديد. يعني هو في العالم كله بقاله تقريبا حوالي 15 سنه. فاللي حصل ان جماعه طبعا زمايلنا اساتذتنا بتوع جراحه التجميل اشتغلوا فيه، وجماعه بتوع الجلديه اشتغلوا فيه، انما قليلين جدا اللي هم قالوا لا احنا هنتخصص في ده بس. يعني اقصد ان انا ما بعملش جراحات، انا بعمل بوتوكس، بعمل فيلر، بعمل ليزر لازاله الشعر، بعمل بيلينج، بعمل حاجه تجمل لك شكلك من غير جراحه. اول ما اكتشف هذا الطب او العلم وبدا يعمله هو دكتور فرنساوي، والدكتور ده كان تخصصه غدد صماء، وبدا يفكر احنا ليه بنهتم بصحه البني ادم بس من الداخل وما بنهتمش بشكله، في حين انهم لقوا ان في علاقه نفسيه ما بين انك تكوني جميله وانك انت تكون صحتك كويسه. يعني في مثل بيقول لك كن جميلا ترى الوجود جميلا. فبدا يتخصص في هذا المجال، بدا يدعو زملائه في تخصصات مختلفه. شريطه ان الانسان يعني يكون مركز في ده بس. يعني ما يبقاش النهارده انا بعمل بوتوكس وبعمل فيلر وبعدين بعمل معاه كمان تكبير صدر وتصغير مناخير. لان احنا لو نحسبها كبشر، لو انت تيجي تقولي لي كواحد راجل بيشتغل بشتغل جراحه بعمل فيس ليفت باخد فيه مبلغ قد كده، ايه اللي يخليني اقعد اعمل فيلر؟ لا الفرق كبير طبعا. اولا الفرق مع طبعا شديد احترامي لجراحه التجميل، الجراحه طبعا هي التوب. يعني انت عندك فستان طويل قصتي منه. نمرة واحد بنخاف منها، نمرة اتنين بنتبنج، نمرة تلاتة حتى في أثناء الجراحة أنا وضعي ببقى نايمة، يعني وشي مش مع الدكتور زي ما يجي، مش ضامنه بعد العمليه هتطلع معايا ازاي، فبتعتمد على ايده، واشطر ناس ممكن تطلع نتيجه مش حلوه. الاحتمال في التجميل الغير جراحي ان يطلع مش حلوه مستحيله، لانك انت صاحيه وشايفه ايه اللي بيتحط لك
ومتابعه مع الدكتور، يعني بتكلميه لا هنا زود شويه، قلل هنا شويه، بلس ان انا اعمل جراحه بعملها مره واحده. انما انا بالنسبه لي انا ممكن النهارده مثلا واحده تعمل خدودها وبعدين نلاقي بعد كده لا احنا محتاجين نعمل شفايفها زي ميسون النهارده. يعني ميسون عملنا لها هنا نيزوليبيال واحنا قاعدين في ثواني قلت لها طب ثانيه نعدل دي كمان بالظبط. وممكن كمان لو هي طلبت حاجه تانية عايزه تظبط شفايفها نظبطها. وهنا بقى برجع برضو للموضوع اللي كنت بكلمك فيه. انا شايفه ان هي محتاجه لا في ستاندرز يا بوسي، يعني في يعني انجلينا جولي احلى شفايف مع ان المقاييس بتاعتها مش صح. المفروض طبعا المفروض ان المقاييس شفايف في العالم بس مش مقاييسها صح. المفروض ان المقاييس الصح ان يكون تحت لفوق 1.6 لواحد، يعني المفروض ان الشفه اللي تحت تبقى تقريبا مره ونص قد اللي فوق. اللي بنشوفه بقى كتير ان واحده تيجي تقول لي كبر لي شفايفي، طب نكبر فوق وتحت، لا كبر لي فوق وتحت فوق بس. اللي بيحصل ايه لما بكبر فوق بس الشفه بتبقى طالعه زي الارنوب، فهنا المقاسات مش هتظبط، عمرها شكلها بيطلع عادل. لازم يبقى فوق لتحت 1.6 تحت 1 فوق. أوكي. ده مثال لحاجات كتير برضو للخدود للنيزوليبيا. يعني ما ينفعش ان الدكتور يتجر ورا الطلب الشخصي للشخص. لازم يراجع، لازم يشوف ايه اللي لازم يتعمل صح، لان هو هيتضر اكتر من المريض لو عمل حاجه مش حلوه. دكتور ايهاب ميرسي جدا اللي انت عملته الميسون، وبجد نورتنا في الحلقه. انا ما عملتش حاجه، هي حلوه وزادت حلاوه بس. ميرسي جدا، وبجد النتيجه بانت عليها بسرعه قوي. ميرسي ليكي انت. ميرسي يا دكتور.